مرة تانية استلام على طول. إمام أخيرا 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 كهربا يصطاد الكورة. كهربا أمامنا هو يا ولد على الكورة. إمام يسدد وكهربا بقى ملهاش إلا كده، ملهاش إلا كده. كهربا واقف إيه؟ كهربا واقف صح، كهربا واقف صح. يعيد الطيار إلى الهجوم الأهلاوي ويسجل. ودي مرة تانية فرصة للتاني يضيع كهربا والشحات يسجل، والشحات يسجل. الأهلي خلاص، الأهلي حسمها وسجل في هذه اللقطة. ضيع كهربا لكن حسين الشحات ما يضيعهاش، حسين الشحات ما يضيعهاش ويسجل. يسجل حسين الشحات الثاني، الهدف الثاني للنادي الأهلي. عمل إضافة، عمل إضافة وعمل هدف رائع، عمل هدف رائع، هدف رائع. صلاح محسن الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. الهداف لغته انه يسجل اهداف، الهداف لغته انه يسجل ويسجل صلاح محسن، لكن مع لمسة حلوة مع قفشة اللي غير تماما في احداث ومجريات هذه المباراة. الاهلي بالثلاثة امام ميديا. وادي كرة حلوة قوي، كرة حلوة قوي قفشة. وادي كريم فؤاد العرضية لكن ارتباك وبيرسي تاو الاهلي يسجل في الدقيقة 86. كرة معمولة حلوة قوي من قفشة لكريم فؤاد وتتهادى الكرة وتصل على رأس بيرسي تاو اللي قبل الهدية الجنوب افريقي. معلول دخول قفشة. وادي امامنا فرصة التعادل يأتي امامنا هنا. التعادل وسط الحديث عن الفوز والانتصار، ويسجل امامنا اللاعب اللي امامنا هو اللاعب زوازوا. امامنا زوازوا. الاهلي تمريره حلوه قوي الموديس السلام وهي ولكن تسديده جول حسين الشحات. موديس يصنع والشحات يسجل. الاهلي يظهر في هذه اللحظات شخصيه البطل في لقطه فيها تمريره من عمرو السوليه. المره دي عمل كره حلوه قوي الموديس والشحات استلم كره موديس. مبتسم معلول، كرة جول معلول علي معلول خطيرة جدا والهدف الأول للنادي الأهلي. 1-0 حسين الشحات. قلت لكم أن الأهلي سيضغط منذ البداية. 1-0 لحسين الشحات. إذا هدف الثالث في المجموعة. إذا 1-0 أسيست العادة من علي معلول وقت اللي يبدأ. عدى حلو قوي هاني. المساحات اللي بنتكلم عليها العرضيه نيران الصديقه. والهدف الاول احمد نبيل كوكا امامنا هنا. لعب لقاء 2-2 امام سيمبا في الدوري الافريقي ويسجل الاهلي امامنا. استغلال المساحات والانطلاقات في الاطراف. دفاع يعاني دفاع فريق نادي سيمبا هجوميه مميزه. خالد بيبو يمشي كرة رضا سليم خطيرة موديس ما يضيعش يحط كرة الجول والهدف الأول للنادي الأهلي. عامر السولية يسجل 1-0 في مرمى يوم الأكرم. قلت لكم الشوط الثاني بنوع من المتغيرات بجديد المباراة. رسميا الأهلي إلى السيمي فاينل رقم 20 في تاريخه بالمام أفريكا في الكاف شامبيونز ليج. بنالتي كهربا يتقدم وكهربا والجول. 2-0 للنادي الأهلي. 2-0 أهلاوية. الأهلي ثاني بطاقات المربع الذهبي بعد وصول سان داونز. الجمهور لم يتوقف وركنيات لم تستغل وهي جول. أهلاوي. جول أهلاوي عن طريق محمد عبد المنعم. موعد دائم مع الأهداف التاريخية. محمد عبد المنعم يضع الأهلي في المقدمة. تكلمنا على عدم استغلال الركنيات. محمد عبد الله طبعا يعني ما بين الترجي وما بين فريق نادي طبعا صن داونز. الله عليك يا وسام، الله عليك يا وسام. ادي يا معلول ملك الحلول، ولكن المره دي الحل من ابو علي.
وسام ابو علي هنا اللاعب الفلسطيني اللي وضع هذه الكره عشان يحقق مارسيل كولر اللي عنده الشخصيه، واحد من نجوم اللقاء. هل يكافئ اكرم؟ هو لازم ياخد المكافاه، لازم يروح اكرم بمكافاه. اكرم توفيق يستحق هذا التوفيق الالهي لانه بالفعل احد نجوم هذه المباراه بالثلاثة. الأهلي بالثلاثة. أكرم توفيق يختم المباراة مسك الختام عن طريق أحد نجوم المباراة اللي يستحق أنه يكرم بهذه. 60,000 متفرج. يرسم الكرة الشحات خطيرة بالراس، مش مقطوع، والهدف الأول 1-0 للنادي الأهلي. 1-0 هدف مبكر جدا للنادي الأهلي عن طريق رامي ربيعة. دخلة قوية جدا من أول كرة، هدف كان ممكن تفاديه، خطأ فادح في عمق الدفاع، وكرة تغير مسار النهائي. من أول كرة، من أول محاولة، من أول وصول النادي الأهلي بالركنية الأولى يفتح بوابة التسجيل. 1-0 عن طريق المتخصص. كنا ننبه دائما لخطورة رامي ربيعة. بالفعل انتهى النهائي الافريقي بتتويج النادي الأهلي. الأهلي للمرة 12 بطل افريقيا. فرحة كبيرة تعودوا بها الأهلاوية. مبروك هارد لك الترجي التونسي. الحقيقة وغادر هذا النهائي بكثير من الندم أنه ما جازفتش أكثر في القارة، وأنه ما منش بحظوظي أكثر في رادس، وأنه ما منش بحظوظي أكثر في القارة. النادي الأهلي للمرة 12 بطل افريقيا والرابعة في آخر 5 سنين. ثلاث ألقاب الأهلي تحققت مع الخطيب كرئيس، واشترهم 6 تقريب من 12 كخطيب لاعب ورئيس نادي. أردناها ذهب، ولكن الترجي يكون واقعيين. اصطدم بفريق قوي، فريق عنده التجربة، فريق عنده التقاليد. الخطيب شناوي بيبو بذكريات 82 87 وانتصارات تريكا ووائل جمعة وبركات وحسن إلى أيام بيبو رئيس ومارسيل كولر. إذا مبروك للنادي الأهلي بطل افريقيا 2024. هكذا كانت الأجواء في استاد القاهرة، هكذا الصورة العلوية هنا من كاميرات استاد القاهرة الليلة. نهائي الأبطال ينتهي بتحقيق الأمل القاهري، ويتأجل حلم الترجي الكبير التونسي.